يا نور الصبح يا غالي يلي بتيجي على مهلك، صحيح يا نسمة الفجر قلبي ندالك. همسة من الفجر جتلي مع نسمتها ضحكتلي وبابتسامة حلوة حكت لي حكاية. يا صاحبي أنا من زمان بشوف حاجات كتير، بشوف اللي بيصلي الصبح واللي في عز النوم يطير، ويا خسارة اللي بيضيعها دي كنز بجد ومية، اللي مضيعها خسر لو يعرف شو حكتلي. بداية الحكاية وهمسة الفجر قالت لي بأسلوب كلام يمس الروح إنه النعسان غلبوا على نوم الشيطان وصلى عليه بالراحة ووداه في نوم أمان. يا خسارة على اللي فات، يا خسارة على اللي راح من غير حساب ومن غير ميعاد. بركات صلاة الفجر ومكافآتها قالت لي كلام يريح القلب ويخليني أتمنى. قالت لي اللي صلى وفاق الله يبارك له الأرزاق، وفي كل خطوة ليه في حياته هتلاقي الخير ملوش آخر، ورزق هيجيله من حيث لا يحتسب وهيبقى في رزقه مسافر. قالت لي كمان إنه والجنة إله رح تشتاق زي ما هو كان بيشتاق لصلاة الصبح في كل فجر. يا ترى هي بجد اشتقت لي؟ يا ترى هي اشتقت لي؟ سألت الفجر بتأثر وقلت له يا ترى الجنة فكراني؟ قال لي ما تخافش يا طيب، الجنة ليك لو بس تصلي. رسالة الفجر إلى الناس. وبعدين كملت كلامها وقالت لي اسمع يا صاحبي، قالت لي بلغ الأحباب على الفجر يتفتح أبواب الرحمة والمغفرة وأبواب الخيرات الكبيرة، فيها الدعوات تستجاب وبتبقى الدنيا منيرة. يا صاحبي هالفرصة لا تخلي الصلوات خير من النوم، ده وقت مبارك وجميل بيخلي القلب دايما محروم من الراحة والسكينة. لو معرفش قيمة الوقت ده بيضيعها في نوم وكسل ويتمنى لو كان يصلي. حوار بيني وبين الفجر. يا فجر يلي كلامك دخل قلبي وسكنه، ليه الناس بتفوتك؟ ليه بتخسر الجنة؟ قال لي الناس غلبها الكسل والشيطان بيلعب في دماغها بيقول لها نامي دلوقتي بكرة صلي مفيش حاجة. لكن اللي بيصحى ويصلي ده بطل بجد بيقدر على نفسه وعلى شيطانه وبياخد من ربنا المدد. بيصحى بدري يشوف النور ويصلي ويشكر المولى، ده بيكون قلبه مليان ويحس بالراحة الأولى. يا بخت اللي بيشرب من نورك، ويا بخت اللي يجيلك، يا بخت اللي بيصلي ويدعي وربنا يستجيب له. بقول لكل واحد قوم صلي واستغفر، ربك يستناك عشان يغفر لك ويستر. أنا الفجر، أنا اللي فيا السر، أنا اللي فيا الخير، بنور الدنيا للناس وببعت لهم أحلى تقدير. قصيدة على لسان الفجر. أنا وقت الدعاء المستجاب ووقت اللي فيا الأمل، بخلي القلب يحس إن الحياة مش بس شغل وكسل. أنا وقت السكينة والهدوء، وقت ما الكل نايم. أنا وقت اللي فيه الإيمان في قلب كل صايم. الصلاة مش مجرد ركوع وسجود، دي حياة كاملة فيها القلب بيتطهر وفيها الروح بتبقى حملة الخير والبركة، وحملة كل الأحلام بتكبر مع كل صلاة وتوصل لأحلى مرام. يا صاحبي قوم صلي وما تبصش على اللي فات، كل فجر جديد في فرصة من جديد وحياة. قالت لي بلغ الأحباب وقال لهم يا ناس يا بشر، الفجر ده كنز لا تبيعوه ولا تخسروه. نصيحة الفجر النهائية، أقرب وقت ليك لربك وقتها كل دعاء بيجاب، وكل اللي بيصلي الفجر ربنا بيحميه في يومه وبيخليه يمشي في الخير ويبارك له في نومه. صلاة الفجر دي قوة بتخلي الروح أقوى وبتخلي القلب يطمن مهما كان الألم بيقوى. يا بخت اللي بيسمع الكلام ويا بخت اللي بيعمل بيه، ده هيكون من الفائزين وربنا هيرضى عليه. الصلوات خير من النوم، دي حقيقة مش كلام، دي حياة بتخلي القلب يطير ويعيش في أحلى سلام. فما تنساش يا صاحبي الرسالة دي بلغها لعلها تكون سبب إن الأرواح كلها تتصحى